اكيد وانت قاعد في الاوضه لوحدك بعد الساعه 12 بالليل جه سؤال في بالك، وهو ليه بتظهر الهالات السوداء تحت العينين؟ تعال اقول لك ليه ده بيحصل. قبل ما نبدا حكايتنا يا ريت تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد بقى وانت بتبص في المرايه ولقيت فيها هالات سودا تحت عينك، اكيد بقى جه في بالك مليون سؤال زي ايه اللي حصل ده؟ طيب يا ترى ليه بتظهر الهالات دي؟ هل ده بسبب قله النوم مثلا ولا في حاجات تانية؟ اول سبب معانا هو معروف عند كل الناس وهو قله النوم. لما احنا بنسهر كتير وما بننامش كفايه الجلد حوالين العينين بيبدا يبان فيه الهالات السوداء. طيب ليه؟ لان الجلد في المنطقه دي بيكون رقيق وحساس، فعدم النوم بيأثر عليه بسرعه. تاني سبب معانا هو العوامل الوراثيه، يعني لو في حد من العيله عنده هالات سوداء غالبا هتكون عندك برضه، لان الوراثه بتلعب دور كبير قوي في الموضوع ده. تالت سبب معانا وهو الاجهاد، لما احنا بنكون مرهقين او تحت ضغط نفسي الجسم بيبدا يعبر عن التعب ده بطرق مختلفه، والهالات السوداء دي بتكون واحده منهم. رابع سبب معانا وهو العادات الغذائيه، عدم شرب كميات كافيه من الماء او التغذيه السيئه. الجسم بيحتاج يتغذى بشكل صحيح عشان يحافظ على نضاره البشره. خامس سبب معانا هو التعرض المفرط لاشعه الشمس. اشعه الشمس دي بتاثر على الجلد وبتسبب ظهور الهالات السوداء، عشان كده لازم نستخدم الكريمات اللي هي بتحافظ الجلد من اشعه الشمس، ونحاول طبعا ان احنا نقلل من التعرض للشمس. سبب بقى رقم 6 هو التدخين وشرب الكحول. العادات دي بتاثر على الدوره الدمويه وبتقلل من وصول الاكسجين للجلد، وده طبعا بيخلي الهالات السوداء انها تظهر. وبس كده يا سيدي، هي دي كده كل الحكايه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تحط اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه عشان تشوف الحلقه بتاع بكره ان شاء الله. السلام عليكم.